بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب أولى ثانوي، أخباركم إيه يا دكاترة؟ أخباركم إيه يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا في أفضل حال. معكم مستر محمد رضا، مدرس رياضيات من قناة اشرح لي رياضة. النهاردة بإذن الله يا شباب هنحل مع بعض من أقوى امتحانات الرياضة اللي موجودة، وإن شاء الله هتشوف ده بنفسك دلوقتي. هتشوف قد إيه الأسئلة اللي إحنا هنحلها مع بعض أسئلة فيها سنة صعوبة. يا ريت تسمع الفيديو من البداية للنهاية، وما تنساش تدعمنا باللايك الجميل بتاعك، وتكتب لنا في التعليقات أنت بتتابعنا من محافظة إيه وامتحانك إمتى، علشان نبدأ نظبط أيام المراجعة. يلا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ مع بعض. السؤال الأول بيقول لي مجموعة حل المعادلة س زائد ت تربيع بتساوي ت أس 4. أولا يا باشمهندس هننزل السين زي ما هي، الت تربيع دي هنشيلها ونحط مكانها سالب واحد، بتساوي الت أس 4 قيمتها بواحد. هنودي السالب واحد بعكس الإشارة الطرف التاني، فتبقى السين بتساوي 2، ويبقى كده الإجابة بتاعتي مجموعة الاتنين. السؤال اللي بعده بيقول لي س زائد ت ص بتساوي 3 زائد 2 ت الكل تربيع. لا كده محتاجين بقى الورقة بتاعتنا، ويلا بينا نفك القوس تربيع. القوس تربيع بيتفك، نضرب الأول في نفسه مرتين، 3 في 3 ب9، زائد مربع التاني 2 ت في 2 ت بقت ب4 ت تربيع. بعد كده نضرب الأول في التاني في 2، فيبقى 3 في 2 ب6، 6 في 2 ب12 ت. كلام جميل. طيب بعد كده هنشيل الت تربيع دي ونحط مكانها سالب واحد، فتبقى 9، 4 في سالب واحد بسالب 4 زائد 12 ت. تمام كده يا باشمهندس؟ طب ما هو 9 ناقص 4 ب5 زائد ال 12 ت تنزل زي ما هي. الحقيقي هيساوي الحقيقي، يبقى السين ب5. طب والتخيلي اللي هو الصاد هيساوي هنا ال 12، تبقى 5 و12. دي الإجابة بتاعتنا أو الاختيار رقم إيه؟ رقم د. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت السين باتنين زائد ت والصاد باتنين ناقص ت، فإن س ضرب صاد بكام؟ طبعا دول عددان مترافقان، فلما نيجي نضربهم هضرب الأول في الأول ناقص التاني في التاني. 2 في 2 ب4 ناقص ت في ت بت تربيع، والت تربيع بسالب واحد، فتبقى 4 سالب سالب واحد، فتبقى 4 زائد واحد، يطلع الناتج بيساوي كام؟ 5 يا حبايبي يا محترمين. السؤال اللي بعده بيقول لي مجموع جذري المعادلة دي بيساوي صفر هو مين؟ طبعا المعادلة دي هي اللي بتساوي صفر، مش مجموع الجذرين هو اللي بيساوي صفر. طبعا عشان نجيب مجموع الجذرين لازم اجيب الالف واجيب الباء واجيب الجيم، بعد كده اقول له ان مجموع الجذرين بيساوي ايه يا شطار؟ بيساوي سالب الب على الالف يا دكاترة. طيب الالف معامل السين تربيع، الب معامل السين اللي هو سالب 4 ب تكعيب، الجيم اللي هو الحد المطلق اللي في الآخر. كلام زي الفل. طب احنا عايزين سالب الب تبقى 4 ب تكعيب على الألف اللي هي الب، هنختصرهم تبقى 4 ب تربيع، ودي الإجابة رقم إيه؟ رقم د. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا إذا كان جذر المعادلة دي كل منهما معكوسا ضربيا للآخر. المعكوس الضربي بناخد الألف نساويها بالجيم، والمعكوس الجمعي ناخد الب نساويها بالصفر. طب الألف اللي هو ميم ناقص 3، ميم ناقص 3 هنساويه بالجيم اللي هو كام؟ اللي هو 7. هنودي 3 بعكس الإشارة، فتطلع الميم بتساوي 7 و3 يبقوا كام؟ 10. وده الاختيار رقم إيه؟ رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا المعادلة التربيعية التي جذرها 4 ت وسالب 4 ت هي مين؟ طبعا عشان نكون معادلة لازم نكون حافظ القانون ده. س تربيع ناقص مجموع الجذرين في س زائد حاصل ضربهم بيساوي صفر. هنجمع الجذرين، هنقول له 4 ت ناقص 4 ت هيدوني صفر، يبقى س تربيع ناقص صفر في س. طيب حصل ضربهم بقى، لما نضرب 4 في سالب 4 تبقى سالب 16 ت تربيع. الت تربيع هتشيل السالب علشان دي بسالب واحد أصلا، فتبقى الإجابة بموجب 16 بتساوي الصفر. هنحذف بقى ديت ملهاش لازمة، فتبقى المعادلة س تربيع زائد 16، وده الاختيار رقم إيه؟ رقم أ. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا إذا كان ميم لام وميم هما جذري المعادلة س تربيع ناقص 6 س زائد 2، فإن لام تربيع زائد ميم تربيع بتساوي كام؟ أول حاجة أجيب الألف وأجيب الباء وأجيب الجيم،
الألف يا باشمهندس اللي هو بواحد معامل السين تربيع، والب اللي هو -6، والجيم اللي هو الحد المطلق اللي في الآخر اللي هو بكام؟ اللي هو ب2. بعد كده يا دكتورة هنجيب اللام تربيع زائد الميم تربيع واشوفها بكام. طبعا اللام تربيع زائد الميم تربيع بتساوي ايه؟ بتساوي لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم. لازم اكون حافظ القانون ده، القانون ده مهم وبيجي لك كتير في الامتحانات. يعني بيقول لك مجموعهم تربيع ناقص 2 في حاصل ضربهم. طب انا الاول محتاج اجيب مجموع الجذرين وحاصل ضربهم. مجموع الجذرين اللي هو كان بيساوي سالب الب على الالف، يعني 6 على الواحد ب6 تربيع ناقص 2 في اللام ميم، اللام ميم اللي هو الجيم على الألف، يعني 2 على الواحد فيها الاتنين، فتبقى 36 ناقص 4، يطلع الناتج بيساوي 32. وده الاختيار رقم ايه؟ رقم د. السؤال اللي بعده بيقول لي دالة السين بتساوي س زائد 5 تكون موجبة فين؟ عايزين نبحث إشارة الدالة ديت ونعرف هي موجبة فين. فهقول له س زائد 5 بتساوي صفر، هودي الخمسة بعكس الإشارة فتطلع السين بتساوي -5. هنعمل خط الأعداد بتاعنا ونحط -5 هنا مثلا، والصفر فوق، أو العكس مفيش مشكلة، نكتب هنا مثل وهنا عكس. على الأصل دور. أصل المسألة كانت السين بالموجب، يبقى مثلها موجب وعكسها سالب، وهو عايز يعرف هي موجبة فين. يبقى من أول الصفر، من بعد الصفر يعني لحد الما لا إيه؟ لحد الما لا نهاية. يبقى من أول الصفر مفتوح للما لا نهاية. وطبعا الإجابة ديت مش هتلاقيها موجودة، بس دي معناها ح اللي هي يا باشمهندس ح الموجبة. السؤال اللي بعده بيقول لي الزاوية التي قياسها سالب ربع باي تقع في الربع الكام؟ هنقول له سالب ربع في 180. طبعا لو قسمنا 180 على الأربعة فيها ال45 والسالب يبقى -45. هنحط عليها دورة تبقى 360، فيطلع الناتج ب315، وده تقع في الربع الايه؟ في الربع الرابع. السؤال اللي بعده بيقول لي طول القوس في دائرة طول نصف قطرها 10 سنتي ويقابل زاوية مركزية قياسها 120. المشكلة هنا في الزاوية، الزاوية دي بالدرجات واحنا عايزين نحولها للايه؟ عايزين نحولها للقياس الدائري. فهنقول له السيتا د بتساوي، هنكتب ال120 نحط جنبها باي ونقسمها على كام؟ على 180. هتطلع الإجابة بتساوي 2/3 باي، وده كده القياس الدائري. طول القوس بقى، فاكرين المثلث ده يا باشمهندس؟ كنا بنكتب هنا سيتا د وهنا لام وهنا نق، يبقى اللام بتساوي سيتا د في نق، يبقى اللام بتساوي سيتا د في نق. طيب السيتا د لسه جايبينها هي ب2/3 باي، والنق بيقول لي نص قطرها 10. هيطلع الناتج يا باشمهندس، هو عايزها طبعا مش عايزها بدالة الباي، هو عايز الناتج النهائي. هتطلع الإجابة تقريبا ب21 سنتيمتر، وده الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول هنا ظا في زتا، طبعا الدالة في معكوسها الضربي بتساوي 1 على طول. يعني مثلا لو جينا نضرب الجا، مقلوب الجا اسمه ايه؟ مقلوب الجا اسمه قتا، فلو جينا نضرب الجا في القتا من غير ما تفكر فتبقى الإجابة بتساوي ايه؟ بتساوي 1. فتبقى الظا في الزتا ب1، والقاف الجتا ب1 برضو، والجا في القتا ب1، فدول هيروحوا مع بعض يفضل لنا 1، ودي كده الإجابة رقم ايه؟ رقم ج. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا إذا كانت سيتا قياس زاوية موجبة في الوضع القياسي تعين على دائرة الوحدة بالنقطة س و3/5. طب معادلة دائرة الوحدة اللي هي س تربيع زائد ص تربيع بتساوي الواحد. هنشيل السين ونحط، لا السين هتفضل زي ما هي بس، زائد هشيل الصاد واحط مكانها 3/5، تبقى 3/5 الكل تربيع بتساوي برضو الواحد. هننزل السين تربيع زي ما هي بتساوي 1 ناقص، طبعا ده هنربعه واديه الجنب التاني بعكس الإشارة، فيبقى 9/25. طبعا هنطرحهم 1 ناقص الكلام ده تبقى السين تربيع بتساوي 16/25. هناخد الجذر التربيعي للطرفين فتبقى السين بتساوي موجب أو سالب 4/5. بس هو هنا بيقول لي السيتا دي زاوية ايه؟ موجبة، فبالتالي أنا هنرفض الحل السالب، فتبقى الإجابة ب4/5. هتبقى النقطة اسمها 4/5 و3/5. هو عايز بقى الجا زائد الجتا، طب ما هي دي الجا ودي الجتا هنجمعهم مع بعض فتبقى 3/5 زائد 4/5. هنثبت المقام ونجمع البسط فتبقى الناتج النهائي 7/5، وده الاختيار رقم ايه؟ رقم أ. السؤال اللي بعده بيقول لي مجموعة حل المعادلة 2 جا سيتا ناقص 1 بتساوي 0. 2 جا
سيتا ناقص 1 بتساوي 0. هنودي الواحد ده بعكس الإشارة، فتبقى 2 جا سيتا بتساوي 1. هنقسم هنا على 2 وهنا على 2 راحوا مع بعض، فتبقى الجا سيتا بتساوي نص. تمام كده يا باشمهندس؟ طبعا هنا دي زاوية ايه؟ زاوية حادة موجبة. أكيد مش الإجابة دي مرفوضة عشان فيها 150، دي زاوية منفرجة. وهسأل نفسي هو جا مين اللي بتساوي نص؟ جت 30، فتبقى السيتا بتساوي 30 درجة، ويبقى ده كده الاختيار رقم ايه؟ رقم د. السؤال اللي بعده بيقول لي مدى الدالة 3 جا 2 سيتا. ما ببصش على دي خالص، انا باخد الرقم اللي قدام الجا، مرة بالموجب ومرة بالايه؟ بالسالب. جوه فترة، يبقى تبقى الإجابة سالب 3 و3 في فترة مغلقة، اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ألف. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا المضلعان ميم 1 وميم 2 متشابهان، وميم 1 تصغير لميم 2. يعني ميم 1 هتكون أصغر من ميم 2، يعني معنى كده إن العدد الصغير بعد كده العدد الايه؟ الكبير. ومعامل تشابه بينهما كاف، فإن الكاف هتساوي ايه؟ ماشي يا باشمهندس، ركز بقى معايا. طبعا لما تبقى الكاف أو معامل التشابه بيساوي الواحد يبقى ده تطابق. لما تبقى الكاف أكبر من الواحد يبقى ده تكبير. عمر الكاف ما تبقى أصغر بتساوي الصفر. لازم الكاف مثلا هتساوي نص. لما تساوي نص يا باشمهندس معنى كده إن المعامل الصغير فوق على المعامل الكبير تحت، فبالتالي ده كده أو دي كده الإجابة الصحيحة بتاعتنا. السؤال اللي بعده بيقول لي المضلع أ ب ج د يشابه المضلع س ص ع ل، وقياس الزاوية دي ب75 ودي ب100، فإن قياس زاوية س بكام؟ طيب هو الب ب75 واللام ب100، اللام اللي هي الدال يعني ب100. تمام، فإن قياس زاوية س دي اللي هي مين؟ اللي هي الألف. طب تعالى نرسمها ونشوف الناتج هيطلع بكام. بص يا باشمهندس، هو السؤال ده كده فيه حاجة غلط. المفروض مثلا يبقى مديني زاوية كمان عشان نعرف نجيب الزاوية اللي فاضلة، فبالتالي بقى هنسيب السؤال ده خالص، أو نبقى نحط زاوية من عندنا ونرجع نحله تاني، مفيش مشكلة. إنما طبعا زاويتين بس ما تعرفش تجيب بيهم زاوية كمان. مثلثان متشابهان النسبة بين محيطيهما 4:9، فإن النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما كام؟ طبعا المحيط هي النسبة ما بين الأضلاع، فتبقى الإجابة برضو 4:9، وده الاختيار رقم إيه؟ رقم ألف. السؤال رقم 18، ركز بقى معايا، مسألة هندسة وإن شاء الله تكون جميلة. بيقول لي هنا في الشكل المقابل زاوية ب بتساوي زاوية د والألف د ب3 سنتي، والدال ب ب6، والألف ه ب4، والدال ه ب5. فعايزين نجيب محيط المثلث الايه؟ الكبير. أول حاجة يا باشمهندس، طالما الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، وزاوية ألف طبعا زاوية مشتركة في المثلث الصغير والمثلث الكبير، يبقى إذا المثلث الصغير يشابه المثلث الكبير. يبقى أنا هنقول له إن المثلث ألف د ه يشابه ألف ب ج. بعد كده نعمل الشمسية بتاعتنا ألف د، بعد كده د ه، بعد كده ألف ه، وتحت ألف ب، وب ج، وألف ه يا باشمهندس، وألف ج، ونبدأ نعوض. الألف د ب3، والألف ب كله ب9، والدال ه ب5 على الب ج مش عارفينها، والألف ه ب4 على الألف ج برضه مش عارفينه. هنعمل هنا طرفين في وسطين، يبقى الب ج بتساوي 9 في 5 على ال3، فيطلع الناتج بيساوي 15. يبقى الب ج ب15. كده جبنا الضلع ده. طيب عايزين نجيب الألف ج. الألف ج هتبقى 9 في 4 على ال3، فيطلع الناتج بيساوي ب12. الضلع ده كله ب12، هنشيل منه 4، ما احنا عايزين أصلا كده كده الضلع كله. طيب عايزين بقى المحيط، هنقول له إذا المحيط بيساوي الضلع ده كله ب9 وتحت ب15 وفي الجنب على الشمال ب12، هنجمعهم هيطلع الناتج بتاعنا بيساوي 36 سنتيمتر. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا إن المثلث أ س ص يشابه المثلث أ د ه، والس ص ب4، الس ص ب4، والألف د ب6، الضلع ده كله بيساوي 6 سنتي، والدال ه ب12. فعايزين نعرف قيمة السين د اللي هو الحتة دي كده.
اول حاجه يا باشمهندس، طبعا المثلثين دول مثلثين متشابهين، هنعمل التشابه بتاعنا ا س وس ص والف ص، والمثلث التاني ا د ود ه والف ه، ونبدأ نعوض. الالف س مجهولة على الالف د كله ب6، والسين ص ب4، والدال ه ب12، هنعمل طرفين في وسطين، فتبقى الالف س بتساوي 4 في 6 على ال12، فيطلع الناتج بيساوي 2. لما تبقى الحتة اللي فوق دي ب2 يبقى الضلع اللي تحت بيساوي 4، وده الاختيار رقم ايه؟ رقم باء. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي د ه مماس للدائرة م، ود ه ب8، د هي د ج، معلش نخليها ه، يبقى دي بكام؟ ب8، والالف ب ب12، فعايزين نجيب طول الدال ب كله، يعني عايزين نعرف الدال الف دي بكام، هنفرضها انها مثلا بس. فانا هقول له المماس تربيع اللي هو د ه تربيع بتساوي د الف في د ب، يبقى 8 في 8 ب64، بتساوي الدال الف بس في الدال ب، هيبقى س زائد ال12. هنضرب س في س بس تربيع زائد س في 12 ب12 س، كل ده بيساوي ناقص 64، دخلتها جوه بعكس الايه؟ الاشاره. هنفتح قوسين ونحلل، تبقى س وس، اول اشاره موجب، هو موجب في سالب بسالب، عايزين عددين حاصل ضربهم 64 والفرق بينهم 12، طبعا الاربعة في 16، هنكتب هنا ال16 وهنا الاربعة، هنقسم البلد نصين، فدي هتطلع بس بتساوي سالب 16 وده مرفوض، يا اما الس ب4، ودي كده الاجابه اللي احنا عايزينها. طبعا انا كده جبت ده ب4 اللي هو الدال الف، طب هو عايز ايه بقى؟ عايز الدال ب كلها، تبقى 4 و12، يبقى الاجابه تطلع ب16، وده الاختيار رقم ايه؟ رقم د. بيقول لي في الشكل المقابل اله د بس زائد 1، اله د بس زائد 1، والدال ب ب3، والالف د بتساوي 6، والدال ج بتساوي 4. هنعمل بقى ان القانون بتاعنا د في ده بيساوي ده في ده، 3 في س زائد الواحد بتساوي 4 في 6، 3 في س ب3 س، و3 في 1 ب3، و4 في 6 ب24. هنودي التلاتة بعكس الإشارة، فتبقى التلاتة س بتساوي 24 ناقص 3، يطلع الناتج ب21. هنقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة، راحوا مع بعض، فتطلع لنا الس بتساوي 7، وده المطلوب بتاعنا. السؤال اللي بعده بيقول لي إن التلات أضلاع دول بيوازوا بعض، والصاد ه بتساوي 9، الصاد ه بتساوي 9، والألف صاد بتساوي 3، والسين د بتساوي 2، والجيم ه بتساوي 8، فإن الب ه هتساوي كام؟ عايزين نعرف ده بكام. طبعا هناخد ده على ده بيساوي ده على ده بيساوي ده على ده. يلا نكتب النسب بتاعتنا. 2 على 3 بتساوي س ه على 9 بتساوي ه ج، عشان ماشية معاه في نفس الخط اهو، ه ج اللي هو 8 على ب ه. خلاص كده اللي في النص دي ملهاش لازمة، هعمل طرفين في وسطين عشان هو عايز اصلا الب ه. هتبقى الب ه بتساوي 3 في 8 على 2، تطلع ب12 سنتي، وده الاختيار رقم ايه؟ رقم أ. السؤال اللي بعده معايا هنا كل الكلام اللي هو كاتبه موجود على الرسمة، فعايزين نعرف قيمة س. هناخد ده على ده بتساوي ده على ده، يبقى س ناقص الاتنين قصادها 5، و3 قصادها س، ونعمل مقص. س في س بس تربيع، وس في 2 ب2 س، بتساوي 5 في 3 ب15. هندخل ال15 جوه تبقى سالب 15، واساويها بالصفر، وافتح قوسين واحلل. الس تربيع س وس، اول اشاره سالب، وسالب في سالب بموجب، والخمسة في 3. طبعا دي هتطلع الس بتساوي سالب 3، وده مرفوضة، وهنا الس هتطلع ب5، ويبقى ده كده الاختيار بتاعنا الصح. المنصف الخارجي لزاوية رأس المثلث المتساوي الساقين يكون عمودي على الايه؟ على القاعدة. منصف لا، منصف خارجي مش داخلي. المنصف الخارجي لزاوية رأس المثلث المتساوي الساقين يكون يوازي القاعدة، ولا يقطعها، ولا ينصفها.
المنصف الخارجي لزاوية رأس المثلث المتساوي الساقين يوازي القاعدة. السؤال اللي بعده طبعا ده منصف منصف داخلي لزاوية ألف. معانا ده ب4 وده ب6 والضلع اللي تحت كله ب5. فهو عايز الب د. هنفرض ان الب د دي ب س، فيبقى الضلع اللي جنبها ب5 ناقص ناقص الس. هنكتب القانون ألف ب اللي هو ب4 على ألف ج اللي هو ب6 بتساوي ب د اللي هو بس على د ج اللي هو ب5 ناقص ناقص الس. ونعمل مقص. 6 في س ب6 س، و4 في 5 ب20 ناقص 4 في س ب4 س. هنودي دي بعكس الإشارة فتبقى 6 س زائد 4 س بتساوي 20. دول يبقوا 10 س بتساوي 20. هنقسم على 10 نقسم على 10 راحوا مع بعض فتطلع الس بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي 2. وده الاختيار رقم رقم ج. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل قياس القوس ده اللي هي ب80 وقياس القوس التاني ب30. فعايزين نعرف الزاوية دي بتساوي نص قياس القوس الكبير ناقص القوس الصغير، يبقى 80 ناقص 30 هيدوني 50. نصهم 25 درجة. وده الاختيار رقم رقم ب. ندخل بقى على أول سؤال في الأسئلة المقالية. بيقول لي إذا علم أن جذري المعادلة دي هما لام وميم فأوجد المعادلة التي جذراها 1 على لام 1 على ميم. نجيب الورقة بتاعتنا. أول حاجة هنجيب الألف والب والجيم. الألف ب1 والب ب-8 والجيم بتساوي 5 ونقسم البلد نصين كده. هنجيب اللام زائد الميم اللي هي بتساوي سالب الب على الألف، يعني هتطلع ب8. واجيب اللام ميم اللي هي بتساوي الجيم على الألف، يعني هتطلع ب5. بعد كده بنجيب بقى الجذور الجديدة. 1 على لام زائد 1 على ميم هيدوني 1 على لام، هيدوني لام زائد ميم على لام ميم. طيب اللام زائد الميم بكام؟ ب8 وتحت ب5 عشان حاصل ضربهم ب5. ولما نيجي نضربهم في بعض 1 على لام في 1 على ميم، 1 في 1 ب1 ولام في ميم بلام ميم، هيطلع الناتج ب1 على ال5. قانون تكوين المعادلة كتبناه في أول الحصة. س تربيع ناقص مجموع الجذرين في س زائد حاصل ضربهم بيساوي كام؟ بيساوي 0. محتاج أضرب المسألة كلها في 5 تبقى 5 في س تربيع ونحذف الخمستين دول مع دي تبقى ناقص 8 س زائد 1 بتساوي 0. وبكده نكون جبنا المعادلة اللي هو عايزها. تعال نشوف السؤال الأخير. السؤال ده بيقول لي المثلث أ ب ج. معانا الأ ب بتساوي 6 سنتي الضلع ده كله، ومعانا الأ ج بتساوي 9 سنتي، ومعانا الب ج اللي هي القاعدة بتساوي 12، ومعانا الألف د بيساوي 2 سنتي، ومعانا الضلع ده طبعا بيوازي الضلع ده. فأنا أول حاجة هقول له بما أن الدال ه بتوازي الب ج يبقى كده إذا المثلث أ د ه يشابه المثلث أ ب ج اللي هو الكبير. ونعمل الشمسية بتاعتنا أ د ود ه وأ ه وأ ب وب ج وأ ج. ونعوض الألف د ب2 والدال ه مش معايا، الألف ه برضو مجهولة، ده اللي هو طالبه أصلا المطلوب بتاعنا. طيب وتحت الألف ب ب6 والب ج ب12 والألف ج كلها بكام؟ ب9. طبعا عشان نجيب الألف هي يا باشمهندس هنضرب 2 في 9 على 6. 2 في 9 ب18 على 6 فيها الايه؟ فيها ال3. يبقى الألف ه ده كده بيساوي 3 سنتي. طيب عايزين نثبت ان الب ه بينصف الزاوية دي، يعني عايزين نثبت ان هو منصف داخلي. هنقسم الضلع ده على الضلع ده ولاقيه بيساوي القاعدة دي على القاعدة دي. طب انا عندي القاعدة دي كلها ب9 ودي طلعت ب3 يبقى الحتة دي بكام؟ ب6. فانا هنشوف ال6 على ال12. تعال نكتب الحروف الاول. الب أ على الب ج بتساوي 6 على 12 تطلع بنص. طيب والألف ه على اله ج بتساوي 3 على 6 برضو تطلع بنص. هقول له إذن الب أ على الب ج
بتساوي الألف ه على اله ج. يبقى كده إذا ب ه ينصف زاوية ألف ب ج، وهو المطلوب إثباته. وبكده نكون خلصنا الامتحان ده. يا رب أكون قدرت أفيدكم، وأشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.